طب ازاي وصلت لان بيجيلي فرص عمل كتيرة جدا وكمان برفض اللي مش مناسبني؟ تخيل تقعد سنة كاملة من غير اي شغل، مع العلم ان انت كل يوم تقريبا بتعمل انترفيو، ولكن للاسف بدون اي نتائج. وده اللي حصل لي فعلا. كنت وقتها بعمل كل حاجة صح، وده من وجهة نظري الشخصية. بذاكر ماركتينج كل يوم، باخد كورسات كتيرة، بقدم في شركات ملهاش عدد، ولكن كل ما بعمل انترفيو بيقولوا لي هنكلمك، محدش بيكلمني ولا يعبرني اصلا. واللي اكتشفته بعد شهور من الاحباط ان المشكلة مش فيا ولا في مهاراتي، المشكلة كلها كانت في السي في. يعني كنت كاتب سي في عادي جدا، شوية مهارات عامة، شوية وظائف اشتغلت فيها زي أي حد في الدنيا. والسي في مفهوش حرفيا إنجاز واحد أنا حققته في بوزيشن معين. وخلي بالك برضه الانترفيور اللي هو شاطر فعلا لازم يعرف إيه القيمة اللي أنت هتقدمها بالظبط للشركة، بناء على كده بيتحدد السالري والحاجات دي كلها. طب ازاي وصلت لان بيجيلي فرص عمل كتيره جدا وكمان برفض اللي مش مناسبني؟ كل الفكره ان غيرت طريقه تفكيري تماما، وبدات اغير في السي في، اكتب انجازات حقيقيه بالارقام او تحول حقيقي قدرت احققه لعميل او براند معين، وكمان المشاكل والتحديات اللي واجهتني وازاي حلتها. اي شركه بقيت بقدم فيها حرفيا بلاقي اهتمام كبير جدا جدا، فرصه اكبر اني اشتغل معاهم. لو حابب ابعت لك السي في الخاص بيا عشان تستفاد منه او اي شيء يعني، اكتب لي في الكومنت اي حاجه وانا هبعته لك فورا. بس كده خلصنا. انا احمد حمدي، فول ستاك ماركتنج اند ديجيتال ماركتير. شرفت بيكم.